أهلا بكم مشاهدينا في هذا الخبر العاجل من مدينة قلميم بباب الصحراء المغربية. حالة من الصدمة والاستنكار تسود منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو صادم يوثق لحظة تعرض عنصر من القوات المساعدة أو ما يعرف محليا بمخزني للاعتداء مسلح شنيع وسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. الواقعة حدثت في الساعات الأولى من الصباح بينما كان الضحية متوجها لأداء واجبه المهني. كما تظهر كاميرات المراقبة اعترض سبيله مجموعة من المجرمين الذين لم يترددوا في استخدام السيوف والآلات الحادة لترهيب حامي الوطن وسلبه ممتلكاته في وضح النهار بدم بارد. هذا الاعتداء لا يمثل مجرد سرقة عادية، بل هو مؤشر خطير على تمادي عصابات الجريساج التي لم تعد تفرق بين المواطن العادي ورجال الأمن والقوات العمومية. يطالب المتابعون للواقعة والذين عبروا عن غضبهم العارم بإنزال أقصى العقوبات على هؤلاء الجنات، حيث شدد الكثيرون على ضرورة صدور أحكام قضائية رادعة لا تقل عن 20 سنة سجنا نافذة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العابة بأمن المواطنين واستقرار المدينة. وتأتي هذه الحادثة في سياق المطالبة بتكثيف الدوريات الأمنية في الأحياء الهامشية والنقط السوداء بمدينة قلميم، خاصة في فترات الصباح الباكر والليل، لتضييق الخناق على مروجي الممنوعات وقطاع الطرق. المصادر المحلية تشير إلى أن السلطات الأمنية فتحت بحثا قضائيا معمقا فور انتشار الفيديو لتحديد هوية الجنات وتقديمهم للعدالة. شكرا لكم على المتابعة، سنوافيكم بكل جديد فور توفره. كنت معكم في هذه النشرة، دمتم في أمان الله.